لو انت لسه بتلعب بنفس الاعدادات القديمه بعد التحديث الجديد، فانت كده يا صاحبي بتضيع على نفسك فرصه كبيره جدا، لان في اعدادات مهمه جدا ناس كتير مش واخده بالها منها، وهي السبب ان المحترفين بيكسبوا بسهوله. واول حاجه بنعملها يا رجاله، بتروح عندك على اعدادات اللعبه، بعد كده الاضافات، بعد كده بنروح يا رجاله على الرسوم او الرسومات. اول خيار موجود معاك رسومات اللعب. رسومات اللعب يا رجاله لو هي مرتفعه فانا بفضل انها تكون اقل حاجه. ليه بقى؟ لان يا رجاله رسومات اللعب دي اللي هو طبعا الملامح والكلام ده كله انت مش محتاجه اساسا، يعني انا شايف ان انت مش محتاجه اساسا. فانت يا صاحبي خليها على الاقل حاجه عشان تلعب تكون اللعبه معاك سلسه بكل سهوله. بعد كده يا رجاله عندك خيار رسوم الملعب. رسوم الملعب ده يا رجاله بيتحكم في الجماهير والتعليق وجودة الملعب. فانت لو انت جهازك من 8 ل 12 رام هتخليها مرتفعة او قياسي، اقل من 8 رام هتخليها على اقل حاجة موجودة معاك. تمام يا صاحبي؟ تمام، عشان تكون اللعبة سلسة معاك، عشان تكون اللعبة بسيطة وتعرف تمرر وتباصي والكلام ده كله. فانت هتروح تخليها على اقل. لو انت جهازك ضعيف، جهازك متوسط او قوي، هتخليها على مرتفع او قياسي حتى، عشان صوت الجماهير يشتغل والمعلق كمان يشتغل معاك، وبس كده. بعد كده هنروح على اعدادات اللغه. عندك يا اسطوره بكل سهوله كده لو انت عملت اللغه الانجليزي اللعبه هتكون سهله وبسيطه معاك، لان في اقاويل كتير بتقول ان السوفت وير طالما انجليزي فانت اللغه تكون انجليزي في اللعبه عشان يكون تحسن الاداء. فانا برضو مع الحل ده او مع الاقتراح ده. فانت برضو اعمل اللغه الانجليزي. عايز تعملها عربي وتجرب، بيكون في بعض التليفونات اللغه العربيه بتكون كويسه عليها، فانت اعملها وجرب برضو براحتك، مفيش اي مشكله خالص. هنروح بقى على اول حاجه في اعدادات اللعب. عندك المساعده الذكيه او السمارت اسيست. لو انت فعلتها هيروح اللعبه هي اللي تتحكم في كل حاجه، هتتحكم في التسديد، هتتحكم في التمرير، هتتحكم في العرضيات، هتتحكم في المراوغات او المهارات. اللعبه اللي بتتحكم مش انت. تمام؟ انت مجرد بس انك بتضغط واللعبه بتساعدك، فده هيقلل مستواك خالص، هيخليك مش عارف تلعب خالص. هتلاقيك بعد فتره مش عارف انك تباصي، مش عارف انك تلعب، مش عارف تتحكم في اللعب. فانت لازم تلغي الخيار ده. تمام؟ هنروح بعد كده يا رجاله على تاني اختيار معانا، وهو اختيار اللوحة. أو طبعا يا رجالة نوع التحكم عندك هيكون في لوحة افتراضية، وعندك خيار تاني يا أسطورة هيكون هو اللمس والسحب السريع. فأنت لو عملت اللمس والسحب السريع الزراير اللي موجودة على الشاشة كلها بالكامل هتختفي. زي ما انت شايف كده عندك الزراير كلها هتختفي، مش هيبقى معاك أي زراير. إنما لو انت عملتها اللوحة أو التحكم الافتراضي أو اللوحة الافتراضية هتلاقي يا اسطوره ان الزراير ظهرت معاك. فانا عندي بالنسبه لي انا بحب العب بالزراير اللي هي ظاهره معاك، اللي هو زرار التسديد والتمرير وكل الكلام ده كله. هنروح بعد كده يا رجاله على نوع الزراعه التوجيهي. عندك ثابت، متحرك، ايقاف. لو عملته ثابت هتلاقي الدايره اللي على الشمال اللي في اللعبه دي ثابته. تمام؟ لو عملته متحكم زي ما انت شايف كده او متحرك هتلاقي الدايره بتدوس على اي مكان تغير الاتجاه او الانالوج ده بيتغير معاك بكل سهوله. عملته على ثابت هتلاقيه موجود معاك في مكان معين وما بيتحركش، لازم انت صبعك اللي يروح عليه. تمام؟ فانا بالنسبه لي بحب اخليه متحرك، لان يا صاحبي انا بحب ان ادوس اي مكان في او اي مكان في الشاشه بيروح ويجي معايا بكل سهوله. تمام؟ لو عملته على ايقاف بقى هيختفي تماما، هتكون بمثابه انك تدوس بس اي مكان هتلاقيه بيتحرك معاك. فانت برضو براحتك، انا بالنسبه لي بحب اخليه متحرك. تمام؟ تمام. هنروح بعد كده يا اسطوره على تغيير المؤشر. ده تغيير المؤشر طبعا كلنا عارفينه، انك تغير المؤشر بتاع اللاعب اللي بيقابل مثلا او اللي بيضغط بكل سهوله. بيبقى في عندك مساعده، بيكون في شبه تلقائي، بيكون يدوي. لو انت عايز انت اللي تتحكم واللعبه ما تغيرش اشاره اي لاعب بتخليه على يدوي. لو انت عايز اللعبه تساعدك مثلا بنسبه 50% بتخليه على شبه تلقائي. لو انت عايز اللعبه تساعدك بنسبه 100% وده بيكون افضل خيار هو اللي بمساعده، فانت بتخليه على بمساعده. تمام؟ هنروح بعد كده على مدى ادخال الحركه. زي ما انت شايف كده يا اسطوره عندك هيكون في ثلاث اختيارات: ضيق، متوسط، واسع. اول حاجه الضيق، زي ما انت شايف كده الدايره البيضاء دي بيكون حواليها كده دايره تانية كده يا رجاله شفافه كده، بتكون صغيره جدا. فده مش بيفيدك في انك تيجي تعمل اي مهاره او انك تهوش او انك تعمل حاجات كتير، مش بيفيدك خالص. لو انت بقى عملتها على متوسط هتلاقي الدايره السوداء اللي حوالين الدايره البيضاء دي كبرت شويه زي ما انت شايف كده. تمام؟ لو انت بقى يا صاحبي رحت عملتها على واسع هتلاقي الدايره البيضاء بقت دايره صغيره جدا جوه الدايره السوداء. تمام؟ زي ما انت شايف كده. وده بالنسبه لي افضل خيار هو المتوسط، مش الضيق ولا الواسع. المتوسط هو افضل اختيار. فانت برضو جرب وقول لي في الكومنتات انت بتلعب على انهي اساس. تمام؟ تمام. هنروح بعد كده يا رجاله على تحكم تلقائي مرن. ده انت طبعا لازم تفعلها، ده خيار مهم جدا. عندك نوعيه الهجوم المخادع. انت دي بقى يا رجاله بتاعت المهارات وبتاعت طبعا اللي هي اللعبه لسه ضايفاها بعد التحديث. هشرحها لك دلوقتي برضو. لو انت عملتها على سهله فانت كده بتخلي اللعبه اللي بتتحكم لك في المهارات، انت ممكن تكون بتقابل لاعب واللعبه تعمل هي المهاره لوحدها.
تمام؟ ده مش افضل اختيار، لان انت في اوقات معينه من اللعب انت محتاج انت اللي تعمل المهاره مش اللعبه اللي تعملها لك. تمام؟ لو عملتها على تاني خيار معانا يا رجاله اللي هو الذكاء، ده افضل اختيار، لان اللعبه بتساعدك بنسبه بسيطه جدا بس انت اللي بتتحكم. تمام؟ لو انت عملتها على اخر اختيار يا رجاله اللي هو الادفانسد ده او اخر اختيار موجود معانا اللي هو متقدم، انت اللي بتتحكم في خالص في اللعبه، وانت اللي بتتحكم في المهارات، مش اللعبه اللي بتساعدك، لا انت اللي بتتحكم بنسبه 100%. تمام؟ يبقى يا رجاله افضل اختيار هو اختيار الذكاء المتوسط اللي هو تاني اختيار. تمام؟ تمام. تعالى بعد كده بقى يا رجاله نروح على الحاجه اللي معانا بعد كده، اوامر اللمس والسحب السريع. ده لو انت مفعل خيار اللمس، مش مفعله فانت بتكون مختفيه عندك. بعد كده نوع تحكم الدفاع، انا بالنسبه لي افضل حل هو الحل القياسي اللي موجود قدامك ده. بعد كده اعدادات الزر، ده طبعا كلنا عارفينها، زر التعتيم اللي هو نسبه ظهور الزر على الشاشه، يكون مثلا خفي، يكون متوسط، يكون شفاف زي ما انت عايز. بعد كده ننزل تحت بقى يا رجاله، عندك حاجه نوع المؤشر، طبعا ده اسم اللعب عادي جدا كلنا عارفينه. مؤشر اللعب التالي بيجيب لك علامه فوق اللاعب المفروض ان هو هيقابل بدل اللاعب اللي بيقابل اللاعب اللي معاك. يعني انت مثلا كوره معاك، كوره مع الفريق المنافس، فانت لاعب عندك بيضغط، بيجيب لك برضه اشاره على اللاعب اللي هيروح تلقائي يضغط هو كمان. تمام؟ تمام. دي النصائح دي يا رجاله اللي بتجي لك فوق بتاعت المدرب. المدرب بيقترح عليك حلول او الكلام ده كله، فبرضه انا شايفها بتهنج اللعبه، بشوفها مالهاش لازمه خالص معانا. المدرب طبعا مش هيمشي كلام عليك يعني، فانت اكيد مش هتمشي بنصائح المدرب. تمام؟ بعد كده يا رجاله في حاجه اسمها دليل البحث عن التمريره. ده يا صاحبي بيجيب لك خيار كده فوق الباص، بان مثلا انت الباصي هنا فالمفروض ان اللاعب هيتحرك هنا وهكذا. دي للناس المبتدئين جدا في اللعبه، فالخيار ده انا مش بفعله، وكمان عايزك انت كمان مش تفعله لان ملوش لازمه. هتلاقي فيه حاجات كتير في الشاشه وانت بتلعب بتلخبطك مثلا. تمام؟ تمام. زي ما انت شايف كده هو الخيار ده، بص بيعمل ايه. شايف كده بيجي لك حاجات كده، خيارات فوق كده ملهاش لازمه، خطوط ملهاش لازمه، فما تفعلهاش برضو يا اسطوره. تمام؟ تمام. نروح بعد كده على مستوى الهجوم والدفاع، ده اللي انت بتتحكم فيه من فوق في المباراه. لو انت مثلا عايز تهاجم فبتفعل شرطتين هجوم او شرطه هجوم، لو انت عايز تدافع بتفعل شرطه دفاع، وهكذا. تمام؟ دي بتجي لك فوق، لو انت فعلتها هتظهر لك فوق على الشاشه وانت بتلعب. تمام؟ فدي كلنا عارفينها يا رجاله اكيد، طبعا انت مش محتاج ان انا اشرحها لك، ولكن برضو زي ما انت شايف كده هي اللي قدامك على الشاشه دي. عايز تفعلها فعلها، او هي بنسبه 100% لازم تفعلها، مش عايز تفعلها لا انت لازم تفعلها لانك بتحتاجها اثناء المباراه. تمام؟ ندخل بعد كده على الخيار اللي معانا بعد كده يا رجاله، وهو عندك خيار يا صاحبي رادار العرض. ده اللي هو يا صاحبي اللي بيكون تحت في الشاشه مربع اللي تحت ده، بيكون فيه شويه نقط كده بعرفك اللعيبه بتاعتك فين في الملعب، تمركزاتها، تمركزات المنافس، هكذا. في لعيب مثلا في الهجوم انت عايز تبصي له الكوره وانت مش شايفه على شاشه، فانت بتشوفه من خلال الخريطه اللي بتكون تحت دي. تمام؟ تمام. كده خلصنا من الخيار اللي قدامك على الشاشه ده. نروح بعد كده يا رجاله بقى على حاجات مهمه جدا موجوده معانا في اللعبه، ولكن برضه في ناس كتير ما تعرفهاش. عندك بقى مقياس قوة التحمل بيظهر لك فوق اللاعب، قوة التحمل بتاعه انت لازم تبدله ولا تسيبه دلوقتي ولا تبدله في الشوط الثاني. بيظهر لك فوق كده مؤشر، طبعا انت اكيد عارفه مش محتاج ان انا اشرحه لك. عرض اسماء اللاعبين المنافس، مثلا ان يظهر لك اسم اللاعب مش يكون اسم اللاعب فاضي اللي فوق اللاعيبه المنافسه ليك، فبرضه دي لازم تفعلها. تمام؟ تمام. دي يا رجاله كانت اهم اعدادات في اللعبه عندك موجوده معاك في الاعدادات بتاعه اللعب، فانت لازم تعمل زي ما انا عملت لك بالظبط كده، ولازم تسمع النصيحه دي عشان نصيحه مهمه جدا هتفرق معاك. ولكن قبلها في زرار تحت خالص يا رجاله مكتوب عليه تحميل العرض، لو انت دوست عليه هيجي لك مرتفع او منخفض. مرتفع ده يا رجاله فيما معناه لو انت فتحت التشكيله بتاعتك وفتحت الدكه اللي هي بره خالص، هيظهر لك مربع كبير جدا فيه اللعيبه، بدل ما يكون لاعبين وتحت بعض، لاعبين وتحت بعض، لاعبين وتحت بعض، لا بيظهر لك مربع كبير جدا زي ما انت شايف كده. ولو انت عملتها بقى منخفض يا اسطوره، هتروح تبص كده تلاقي فيه مثلا القايمه عباره عن لاعبين تحت لاعبين تحت لاعبين تحت لاعبين، فده خيار وحش جدا، لازم تخليه مرتفع عشان يجيب لك القائمه كلها كامله، بتكون بسيطه وسهله عليك وبتسهل عليك اللعبه. هنروح يا رجاله الاول معلش على خيارات الكاميرا. طبعا اعدادات الكاميرا ناس كتير جدا بتفضل او بتفضل تسال افضل اعدادات للكاميرا ايه. انا بالنسبه لي الديناميكيه الواسعه ده افضل اختيار. طبعا مدى متوسط وطويل وواسع والكلام ده كله مش هيفرق معاك الا لو انت بتلعب بالايباد او جهاز معاك كبير جدا بتلعب بيه، انما يا رجاله بالنسبه لجميع المحترفين بيلعبوا بالديناميكيه الواسعه اللي انا وريته لك على الشاشه ده. نروح بقى يا رجاله على التشكيله كده زي ما انت شايف كده. عندك بقى حاجات مهمه جدا، تروح على شعار النادي وتنزل على الادوار داخل المباراه زي ما انت شايف كده. طبعا كل حاجه موجوده قدامك شرح نفسها الا حاجه واحده بس، لاعب ينضم للهجوم واحد، لاعب ينضم للهجوم اثنين، لاعب ينضم للهجوم ثلاثه. ده بيكون في حاله الكرات الركنيه، لازم تفعله في الحالات دي، ولازم يكون اللاعب اللي انت بتضيفه ده يكون
بيلعب براسه كويس جدا، وكمان ما يكونش رجاله مدافع. حاول بقدر الامكان انك مش تخليه دفاع، لان طبعا الكره الركنيه بتترد عليك بهجمه مرتده بتكون صعبه جدا لو انت دفاعك عند المرمى بتاع المنافس ومستني ان الكره الركنيه تتلعب والكره اتردت عليك بنسبه 100% بتكون هدف زي ما احنا عارفين يا رجاله. فانا بالنسبه لي ممكن اخليها مثلا مدافع واحد يتقدم وبس كده. تمام تمام، وبتحط الباقي بقى لاعبين الهجوم، لاعبين نص الملعب براحتك خالص. تمام. بعد كده يا رجاله دعم المباراه ده انت بتقفل كل حاجه فيه، ما تبقاش لسه تلعب اللعبه في 2026 يا صاحبي وتروح تفعل الخيارات دي. لا خلاص يا صاحبي، الخيارات دي ملهاش اي لازمه الا لو انت لسه مبتدئ في اللعبه ومش عارف تلعب اصلا. تمام تمام، اقفل كل حاجه في الاعدادات دي. يعتبر اسطوره كده، خلصنا الفيديو. اتمنى بقى انك تروح تشترك معايا في القناه، تعمل لايك للفيديو، تعمل في الكومنتات يا اسطوره، وتروح بقى تفعل جرس الاشعار كله. وبس كده يا رجاله، سلام.